ألا يمكن تحميل جميع هذه الأنظمة المؤسسة للحياة رسميا مسؤولية إرسائها على دعائم خاطئة بقدر ما هي عليه الحداثة الرأسمالية بأقل تقدير؟ ألم تتأسس الحياة الخاطئة باضطراد ومع مرور الزمن عبر تطويق التطور الاجتماعي بهذه الحلقات التي هي شبيهة بحلقات السلسلة المتوالية؟ إذن لن يكفينا الاقتصار في تحميل مسؤولية نمط الحياة الخاطئة على عاتق الحداثة ونظامها الممنهج في الحرب والإبادة العرقية وحسب، لأن الرد على هذه القضية غائر في العمق بقدر توغل جذورها. لهذا الغرض سعينا إلى الغوص في أغوار منبع كل هذه القضايا عندما ركزنا على الثورة الثقافية العظمى في الهلال الخصيب وعلى نمط الحياة الناجم عنها. لا ريب في استحالة تفسير المجتمع كليا من خلال الثقافة وحدها، بل يتطلب الأمر إضافة العديد من العوامل الأخرى، إلا أنه نادرا ما يتم تفريد أو رفض كون الثقافة هي الأساس. لنوضح المعنى الذي نضيفه على مصطلح الثقافة ما دمنا نمر عليه، فمقصدنا من الثقافة هو المكان أو البقعة الجغرافية التي تتسم بمزايا لابد منها لأجل حياة المجتمع ضمن التاريخ المؤطر بالفترة الطويلة المترعة بالمعاني، أي أننا لا نبدأ العد من الصفر لدى إضفاء المعاني على المجتمع في هذه الحقبة التاريخية والجغرافية، إنما نود الإشارة إلى دورهما الرئيسي في كيفية تشييد الحياة الاجتماعية المنشأة بأشكال لا عد لها ولا حصر. أما القول بأن المجتمعات تتكون من حلقات الحياة المسجلة عبر الزمان والمكان، وأن كل حلقة متصلة بالأخرى بقدر ما لها من ميزات وصفات خاصة بها، فنعتبرها من ضرورات إيضاح هذا الأمر. فاختلاف أنماط حياة المجتمعات السامية والمجتمع الصيني، والتي تستند إلى ركائز ما قبل 10,000 سنة، يضفي المعاني على حياتها الراهنة بدرجة معينة. بالإمكان قول الأمر عينه بشأن ثقافة الحياة الآرية أيضا. من جانب آخر، ومن خلال علم المعاني باستطاعتنا استنباط كيفية إضفاء الشرعية الرسمية على مقومات ثقافة الحياة تلك في ظل الهرمية والدولة، وتحت حكم الملوك المقنعين أو غير المقنعين والمتسترين منهم أو العراة، ليحرفوا معانيها ويشوهوها بدرجة مروعة ويجعلوها منفتحة لشتى أنواع القبح والحروب والإبادات العرقية. وبقدر ما تتواجد أنماط الحياة الرسمية وغير الرسمية شاقوليا، يكون ثمة أنماط حياة على نحو حلقات متباينة أفقيا، علاوة على أن جوهر الحياة الاجتماعية في المنبع الأم هو الذي يحدد أشكالها في جميع هذه الحلقات. لنتوسع قليلا في شرح مضمون مصطلح الثقافة، لا جدال في أنه لمجتمع الجلان أيضا ثقافته وبالتالي نمط حياته. فالحياة ضمن مجموعات الجلان المتسمة بخاصية الكونية خلال مسيرة المجتمع البشري متشابهة على الصعيد المعنى، حيث تكون البنية اللغوية والفكرية دارجة عبر الإشارات، نظرا لكونها لم تقطع مسافات شاسعة بعد على طريق الانقطاع عن الثدييات البدائية وبالتالي عن الحيوانات، وتحويل حياة جلان ما إلى قصة هو أشبه بقصة حياة جميع الجلانات. فتأمين الحاجات الضرورية والأمن والتكاثر هو ثالوث يسري على جميع الكائنات الحية على وجه التقريب، وكنا شرحنا روابط ذلك مع الآفاق المحدودة للذهنية. أما بروز الاختلاف في الحياة فيعني تطور المرونة الذهنية والانتقال إلى التفاهم بلغة الرموز وبلوغ البنى المادية التي يمكن تشييدها حصيلة ذلك. إذن فالتطور الثقافي تعبير عن مجموع المواضيع المادية المتزايدة مع المرونة الذهنية وتطور اللغة الرمزية. فبينما تعبر الثقافة بإطارها الضيق عن ذهنية مجتمع ما وعن قوالبه الفكرية ولغته، فإنها بإطارها العام تعبر عن إضافة التراكمات المادية للمجتمع أيضا إلى ذلك، مجموع الأدوات والوسائل التي تلبي الحاجات، إنتاج الغذاء وأنماط ادخاره وتحويله، المواصلات، الحماية، العبادة، وأدوات التجميل والزينة. أي أن مستوى الاختلاف والشبه في الذهنية الثقافية للمجتمعات وفي وسائلها وأدواتها من جهة، ومستوى التمييز واللامساواة بين فقرائها وأثريائها من جهة أخرى، يحددان مسار مستويات الحياة المتباينة والمتقاربة فيها. علينا التنويه مجددا إلى أن التراكمات الذهنية والمادية أنشئت بمهارة الإنسان نفسه، وباتت تعبر عن ذاتها بتحولها إلى واقع اجتماعي، وفي هذه الحالة
فإن الإشارة إلى تشابه حياة مجتمع الجلان المعمرة ملايين السنين على مر العصر الحجري القديم وافتقار الجلانات إلى أوجه الاختلاف الخاصة بها لن يؤدي إلى فقدان جدي للمعاني. لهذا السبب أولينا أهمية فائقة لظهور الأحزمة الثقافية العظمى، ذلك أن كل حزام ثقافي عظيم يعني تطور حياة عظيمة ومختلفة. من هذا المنطلق بمقدورنا المطابقة بين التطور الاجتماعي والتطور الثقافي، وبالصياغة أخرى فبقدر المرونة والحرية الذهنية تكون اللغة الرمزية مشحونة بالمعاني والغنى الفكري. انطلاقا من ذلك فبقدر امتلاك وسائل ثقافية مادية أكثر تكون الحياة الاجتماعية أرقى.